وين مشى السفساري؟ نساء بكري مع رجال بكري، خاطر كان راجل كيما راجل قبل ما تخرجش المرأة عريان، وتو حتى عزوز هاني لابسة سروال وخارج، ما عادش كي بكري يحترموه، وهي زينة المرأة سترتها. المرأة بكري كي تعمل السفساري وتمشي تلقاها الواحد يلاه وقتاش يشوف قدها ولا ساقها ولا يدها وتوا بنيتي كل معزة كل شيء على بر. حتى النساء عفوهم والله بالحق، حتى النساء سامحني عاد مش على الناس الكل. فما بنيات هكا تلبس سروال تلبس كابوت تسميرها بطلوطه مستوره، وفما نساء عامله طلعه كبيره وصغيره عامله طلعه. منين السفساري باش يشوفوه تو؟ اما هذايا سترة المرأة وعز تونس وعز كما نقولوا فيها الجدرة الأولى السفساري. انت يا حاجه من وقتاش لبستوا السفساري؟ أنا من عام الاستقلال، وقتها عمري 15 سنة كنت نلبس في اللحفة المصري. كانت اللحفة المصري هكا كحلة ورخامة وروبة اليدين طوال والروبة طويل، وبعد هيك عرسنا نعملوا السفساري والرخام. عمرك ما نحيتوا سفساري من فوق بدنك كي تخرج البر؟ لا ما نحيشو في مرشي في حانوت في قضية ما نحيش، يظهر لي كلي زرقاء علينا بالكل ما نجمش نحيه، خاطر استانست بيه ما عادش نجم نحيه بالكل. انت لبستوا يا حاجه خاطر كنت تحب تلبس السفساري، ولا خاطر ممكن خاطر وقت عهد الاستقلال معناتها النساء الكل لبس يلبسوا كذا؟ بكري ما فماش مرأة تخرج بلا سفساري، وما فماش بنية تخرج بلا لحفة مصري، وكي بدات تقرا وبدات تتولد هكا شوي بدو ينحوا البنات الصبايا، وبعد تبعتهم نساء كبار، ومن بعد اما هي الرسمي بكري تخرج بلا سفساري عايروه. في روحك تو كي تشوف البنات نتاع توا وتشوف النساء نتاع توا وتشوف الشعر المجبود وتشوف قيمته بسترته في قيمته باحترامه والله ما هو شعار. اما العار شنو بنتي هاك تمشي تلبس كم تاع روبه تخلي الكم الاخر عند الخياط مجونحه حاشاك دجاجه، واللي تمشي حاشا بنيتي مفصله تفصيل سفساري سروال محزوق تلقاها مفصله فيه تفصيل، هذه المشباهي. ومراه مرت الراجل تلبس خيط منه وخيط منه وتخرج في دارها تلقاها كالخديمه، والبر تضربها بالطلوه تروحها وتمكش وتقد وتخرج. هذه كلها سقط للمراه، المراه باش تزين زي في دارها والراجل هذا ما نعرف في الشارع، ما نعرفش المراه في الدار ذلك ملوطه باليدام وبالواحد وتخرج له الشارع تبدا تنكيش وتقد لمن تلمن تقد. راهو بنيتي حاجه مش باهيه، وخلي يتغشوا مني النساء ولا ما يتغشوش، الرسمي هو الكل. انت معناتها تشوف في روحك توا احلى مراه؟ اعز مراه عمري ما عمري لا ما حد شاف وجهي. تو انا جبت قدها 9 صغار 9 صغار ما نعرفش روحي نهار معناتها كبروا ولادي ما نعرفش روحي نهار عملت كحل ونسوى قدام زايد كي كبروا خذوا نساء نحش قلت نقول لهم يتكحل وتسوى كل واحد والله بنيتي نحش. الراجل لا ما عينيش فيه الراجل، كبروا ولادي وكنايني وكل ما عيدش عيني ما هو بكر الراجل ما هو بكر كي كبروا ولادي ولوا يفهموا ويعرفوا ما نجمش نحشم ما نجمش. شنو الفرق ما بين السفساري والحجاب؟ اما ترى خير السفساري اكثر ستره ولا الحجاب اكثر؟ والله بنيتي الحجاب تعملوه لموضه، ثم بني على بني يخرج عليها تعمله، اما السفساري هذاك الرسم. معناتها انت تقعد لابسه السفساري ستره روحك خير من حجاب؟ خير شنو اللي باين مني؟ هاني مستور ما باين مني حتى شيء. اما الحجاب ساعات يا اخي بالله تعمل حجاب وتعمل مكياج هذه تسمى متحجبه. ها؟ فماش نيه. لا الحجاب كي تعمله هو الساحه بس تزين وجهها حرام، باش تعمل الريحه حرام. فما اللي تحب تزين فما اللي تحب لا تزين هذيك غير خرج. لا هذيك خرج عليها الحجاب عملته زين. ها نقول لك الحق، اما مش الحجاب مش للناس الكل. فما ناس تعمل حجاب تعمل بستره وتصلي، وفما واحد يخرج عليها يحصل لها وجه يحصل لها عويناتها تعمل هذيك شنية الواحد مش ملوح الحجاب سفساري هو الكل. شنو تنصح المرأة التونسية والمرأة توا والبنات والجيل الجديد اللي تشوف فيه؟ التونسية يلزمها من تخرج من دارها تحترم راجلها الساعة وتحترم اخوها وبوها، ما تلبسش القصير، ما
تعريش روحها، ما تسلخش وجهها، ما ذلكش باش يشطر بشطر، لازمها تحترم روحها. الرجال له العفو نساء العراية. نزيد نقول لك حاجه قسما بالله، ياك يشوف طفله عريانه ولا مراه ما كيجاهم لوط، هي تتعدم ويضحكوا عليه. قسما بالله والعهد، هاني قاعد نخالط في السوق، هي تتعدم ونقول اخي شو كيفاش حالت، شو كيفاش محزن براجلها ولا بلاش. وصلوا العار لاولادهم والرجال، ننصحهم يمشوا ويستروا رواحهم احسن ويخرجوا احلى. نعود في هذا الجزء الأخير، فعلا الجزء الأخير وكلمة أخيرة. أكيد أنه أميرة بن جنات صحفية قد قضت وقتا ممتعا مع هذه المرأة اللي نشوفوها في البلاد العربي.